السلام عليكم. ابو سيدنا يوسف كان اسمه ايه يا راجل يا جميل انت؟ مين؟ ابو سيدنا يوسف. ما اعرفش بس بصراحه عاوز اعرفه بس ايه؟ قول لي على اسمه وانا اقول لك. نقول لك على اسمه؟ اه صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى سيد. يا عم مصطفى، انت عندك كام سنه؟ عندي حوالي بتاع 80. 80 سنه اه وبتشتغل؟ وهعمل ايه؟ ما بدور على اي حاجه كلها. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. احنا بنلم مساعدات عشان نساعد بيها الناس الغلابه، بامر الله. كنت عايزك تساعد معانا. نساعد معاك يعني. ربنا يقدرك على حاجه تعرف تساعدنا بيها. لما اقبض بقى. يعني اللي هتقبضوا هتدوني؟ ها؟ اللي هتقبضوا هتدوني؟ اللي ربنا يكرمني بيها اديهولك. بتتكلم بجد؟ انا بضحك عليك. لو معايا بتاع 20 جنيه هديها لك دلوقتي وانا لا حاسك كده موجوع من جواك. من غير اي حاجه والله. صلى على النبي. ربنا يجيب المعروف. يا رب. ملك يا حاج؟ ها؟ ممكن اعرف ملك؟ لا انا تعبان اصلا. تعال. إيه اللي نفسك فيه بتتمناه في الدنيا دي؟ حسب تصوير ربنا بسيبها على الله. ما بستقرش الحاجات دي. لما ربك يريد بمشي معاه. طب انت مش شايف ان انت تعبان في الشغل؟ بقى غصب عني بشتغل شويه وبقعد شويه. يعني بشتغل شويه وبقعد شويه. هم عارفين كده. هم مستحملينك ان القائد اللي هو صاحب المكان مستحملك، صح؟ ايوه هو كلهم يعني مش اول مره يعني. الله يبارك لك. الله يكرمك. ربنا يديك الصحة. كله على الله. وربك يهون. ربك يا هو. يصلح حال الناس وحالنا جميعا يا رب. ربنا يكرمنا. مراتك عايشة؟ ها؟ مراتك عايشة؟ اه هي شايفاك، عايز تقول لها ايه؟ كله خير. مش هقدر اقول لك. في حد اذاك قبل كده؟ ايه؟ حد اذاك؟ لا. طب في هدية من البرنامج مننا عايزين نديها لك، جايزة هنديها لك بعد التصوير وربنا يديك الصحة. نفسك في حاجة؟ في ناس عندنا فعالين خير بتساعد الناس الجميلة اللي زيك. امر الله. نفسك في حاجة نعملها لك او نجيبها لك؟ لا تشكر. الحمد لله. ايه عزة النفس اللي عندك دي؟ كلهم حلوين معانا رضا. اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله. واللي عاوز حاجه بديها له. يا جدعان صلوا على النبي. اللي انا عرفته انت اسمك الحاج ايه؟ مصطفى. يا جدعان انا جاي مخصوص للحاج مصطفى، بيجي يوم اتنين ويوم الخميس عشان يشتغل، ما بيعملش حاجة في حياته، ما فيش اكل عيش، ما بيقدرش يشتغل، بيجي مخصوص عشان يشتغل عشان يجيب اللقمة بالحلال. فاللي زي ده المفروض نعمله تمثال والله العظيم. يعني في شباب غيره قاعدين في البيت، فانا هحاول اخد رقمه، وما بيقبلش مساعدات من حد وما بياخدش فلوس من حد. فاللي زي ده ما ينفعش نسيبه والله العظيم. ربنا يديك الصحة يا حاج، وهتسمح لي اخد رقمك؟ في ناس هتعوز تساعدك. إيه، في عندك تعب حاجة في راسك؟ لا دي راسي تعبان من زمان بسبب ودني. ودنك مالها؟ فهي كانت عامل فيها كذا عمليه. والدكاتره كمان منعاها. انت عندك التعب ده كله وبتشتغل؟ هعمل ايه بس؟ يا اخي ربنا يديك الصحة، أقول وايدك لحد. دي تتباس والله. هقول لحد هات. يعني انا باجي لهم انا لو عوزت حاجه من حد باخدها. لو عوزت اي حاجه بعوزها اعرف ناس بقول لهم ايه هاتوا اي حاجه. بص يا حاج، الناس اللي شايفاك دي وش الخير عليك بإذن الله، بأمر الله. وهيساعدوك وهيفرحوك. بأمر الله. بس انت قول يا ايه؟ يا رب. يا رب، مالكش غيره. كله على الله. ربنا يديك الصحة. يصلح حالنا وحالك. طبعا الجايزة اللي انا اديها له حاجة مش مذكورة، انا عايز مساعدة اخواتنا للراجل الجميل ده اللي يقدر يساعده بحاجة. هسيب لكم رقمه، هاخد رقمه واسيبه لكم في اول كومنت، اللي يعرف يعملها معاه حاجة يعملها. وما شاء الله زي ما انتم شايفين مش مهتم بكلامي ولا يعرفني ولا عمره شافني، ومهتم بشغله واكل عيشه اللي اولى مني ومن غيره، عشان هو ما يعرفش احنا بنعمل ايه اصلا. يا حاج انت عمرك شفتني قبل كده وحياة ولادك؟ حياة ربنا عندك عمرك شفتني؟ ما شفتكش. طب صلى على النبي. انا باذن الله اخليك ترتاح، هترتاحوا باذن الله. لو حد اتكفل بالراجل ده من الناس اللي عندي يبقى جزاك الله كل خير، هو ده الناس اللي تستاهل. زي ما انتم شايفين، الله يديله الصحة يا رب، وادعوا له. السلام عليكم. ويصلح حال الناس اللي بتساعدني. يا رب. ربنا يصلح حال الناس اللي بتساعدني. ربنا يصلح حال الناس اللي بتساعد. الحمد لله. انت منين؟ ها؟ انت منين؟ الجيزه. الجيزة؟ اه. الجيزة كلها رجالة. الله يكرمك. وعايز اي حاجه من الجيزه مفيش مانع.
هتقف معايا يعني؟ اه لو عاوز حاجه من الحمضيه من جوه اجيب لك برضه. شيروا الفيديو ده. خيري. راجل